إن أنا أشير إلى كتاب الحيوان للجاحظ رحمه الله. الجاحظ لما جه يتكلم عن الاسترقاق أشار لكام نقطة جميلة جدا. قال لك إن الرق الأبيض اخترعوا الرومان واليونان، الناس اللي بتتفشخر دول اللي اخترعوا فكرة الاسترقاق، التحكم في البشر وبيعهم وامتلاكهم. الغرب أو أسلاف الغرب الحاليين هم اللي اخترعوا الفكرة دي. دي نمرة واحد. النمرة اتنين، إشارة جميلة جدا، إن أغلب مستعمرات الرومان واليونان كانوا عبيد. إذا الإسلام أو الدولة الإسلامية لم تكن هي سبب فكرة الاستعباد، لا، ده الغرب، أسلاف الغرب اللي موجودين دلوقتي اللي عايشين علينا بالمناسبة كانوا عايشين على أسلافنا، يعني عايشين علينا وعلى أهالينا من قبلنا. دي حاجة. أشار كمان في حاجة مهمة جدا اللي هي فكرة الخصيان. قال لك يا سيدي إن في دير في أسيوط، وده مميز عالميا بالمناسبة، عالميا في الفترة دي، إن هو بيقوموا بعملية بتر للأعضاء التناسلية للطفل، وإن العملية دي بتستمر قرابة من شهر ل3 شهور، وفي أعداد ضخمة جدا للوفيات من فئة الأطفال اللي بيتم عملية البتر لحسابهم، واللي بيقوم بالعملية دي رهبان بالمناسبة. وده اللي في فترة معينة هنلاقي الجماعة اللي بيقوموا بالطهارة فعلا كانوا من الطائفة المسيحية في مصر، كانوا متفوقين جدا في فكرة اللي هي الأعمال الطبية. فالجاحظ أشار للموضوع ده وقال إن في نوعين من الخصيان، في نوع بيشيل الخصية فقط، وفي نوع بيشيل العضو التناسلي كامل، وده اسمه المجبوب وده اسمه الخاصي، وصفاتهم الجسمانية من ريحة العرق، وإن ليه بيشتروهم يعني العائلات الكبيرة كانت بتستعين بيهم ليه، وإن في منهم كانوا بيشتروهم للمتعة أو الرغبات الكذا، وفي منهم كانوا بيشتريهم لكذا. ايه المحيط ده يخلينا نسأل، هل الطفل ده اللي كبر في مستعمرة او في مدرسة او في طابق من الطباق